بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة جاتو في جاتو. النهاردة هنزين مع بعضينا تورتاية، بس المرة دي مش أنا اللي هزينها، هي بنتي حفصة. زي ما انتوا شايفين. هي دلوقتي بتحشي الرق الأول من التورتاية. ومش عايزه اقول لكم حفصه ديت عندها 11 سنه، والله العظيم والله العظيم هي اللي عملت التورتيه دي من الاول للاخر. يعني هي قالت لي يا ماما انا عايزه اعمل التورتيه دي. انا بصراحه ما ترددت يعني. بعدين رجعت قلت لها طب خلاص تعالي جربي كده وشوفي. فوالله يعني ما شاء الله تفاجأت ان هي بسم الله ما شاء الله اتقنتها. بجد بجد اتقنتها وعملتها بكل كفاءة بالنسبة لسنها 11 سنة. فبجد يعني والله انا يعني ما عملتش فيها اي حاجة اطلاقا. يعني شوفوا ايديها، هي بايديها، انا ما حذفتش اي شيء ولا يعني انا يعتبر ما منتجتش غير في السرعة، بس عشان وقتكم هو الفيديو ده تقريبا خد 36 دقيقة. وغلفت الكيكة من بره دلوقتي يعني حوالي 12، اللي هي التغليفة دي حوالي 12 دقيقة لوحديها عشان تجيب جوانبها بالظبط يعني على السيف. والله يعني ما شاء الله بصراحة يعني اتقنتها بجد. انا ما كنتش متخيلة ان هي تطلعها بالجمال ده. انا بجد ما كنت يعني ما حطيتش ايدي خالص خالص اطلاقا، اللهم للامانه حطيت بس الخرز اللي هو الملبس اللي في الاخر خالص، وهي كمان زعقت لي يعني بتقولي لا هو انت بتحطي ليه، ده التورتيه بتاعتي وانت بتحطي ليه فيها؟ دي بتاعتي من اولها لاخرها انا اللي احطها. قلت لها خلاص معلش يا حفصه عشان الوقت. فبجد والله ما شاء الله غلفتها وعملتها بالطريقه ديت. يعني برغم من ان كانت الكيكايه كانت مكسره، يعني انا كنت مطلعاها من القالب بعد ما برد، سبتها لغايه ما برد. طبعا راحت جايه ايه يعني اتكسرت معايا. يعني المفروض طبعا القالب اروح جايه قلباها على وشها بمجرد ما تطلع من الفرن مباشره. طبعا انا ما عملتش كده، ويعتبر الكيكه رديئه بالنسبه لها مش كويسه. ومع ذلك والله ما شاء الله تعاملت معاها بكل احترافية، وبجد أنجزتها في وقت قياسي بسيط جدا. فبجد يعني عايزاكم تشجعوها عشان هي فرحانة قوي وسعيدة بالتورتيه اللي هي عملتها. فبتقولي خلاص يا ماما انا هزين بعد كده تاني. يعني قلت لها خلاص ماشي، ابقى خليكي المرة الجاية تزيني او مرة ومرة كده، يعني بالتبادل بيني وبينها. فانا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في عمايل ايديها وتشجعوها. هي دلوقتي بتغلف معاكم من بره الغلاف الخارجي، وبتحاول ان هي تخليه ناعم بقدر ما تستطيع. حتى انا اهوت جبت وشها هي كانت مكسوفة، فقلت لها لا بيني وشك للناس عشان يعرفوا ان انتي اللي عملتيها من اولها لاخرها. ان شاء الله هتعجبكم التورتايه اللي زوقتها لكم النهارده حفصه، وغلفتها وحشتها من اولها لغايه اخرها.
ان شاء الله هتعجبكم، واسيبكم مع بقية الفيديو.